تمثال غريب حير البشرية. ازاي؟ فين؟ وليه؟ ولمين؟ اسئلة كتير واجاباتها دايما كانت مختفية عبر آلاف السنين. صباح الخير. اتأخرت عليكي. ازيك ازيك يا نار فظيع النهارده الجو تمام. كان يوم مناسب ولا ان احنا المايك؟ لا معلش اي جاست. طب حلو قوي، دي فكره لطيفه. اولا خليني ارحب بيكي. هدي عادل، الخبيره السياحيه وبتدرس مصريات في كتير من المعاهد والكليات. لما قعدت اقرا على ابو الهول حسيت انه اكتر حد ممكن يكلمني عنه هو هدي، لانه انا عارفه عشقك للمنطقه دي، وعارفه انه انت اكتر حد هتفيديني، لانه انا ما جيتش هنا من زمان قوي وكنا صغيرين فما كناش مهتمين قوي نعرف معلومات كتيره قد ما مبهورين بالتمثال الضخم ده اللي على شكل اسد وراس انسان. هنبتدي معاكي من المنطقه اللي احنا فيها، انه ليه ابو الهول هنا؟ ليه كل الاثار هنا؟ ليه الدنيا حر هنا وليه كل الاثار هنا؟ خليني اقولك ان المصريين، انت طبعا عارفه ان احنا المصريين كانوا بيعبدوا الشمس. هم كانوا بيعبدوا كل ظاهره طبيعيه، علشان في ناس بتقول المصريين كانوا بيعبدوا الحيوانات، ده مش مظبوط. هم بيعبدوا كل الظواهر الطبيعيه، وكانوا بيشكلوهم على شكل، بيحطوا الظاهره او مثلا الحنان، الامومه، القوه، الجمال، بيشكلوها على شكل حيوان. كان الاله الرئيسي بتاعهم الشمس. هو الشمس هي السبب لعيشتنا ولحياتنا وللوجود وللزرع والبني ادم وكل حاجه. كانوا بيتخيلوا ان كل بني ادم هو بياخد نفس دوره الشمس. احنا بنحيا طبعا. الشمس كان ليها 3 اشكال، مش عايزه اخش معاكي في تفاصيل شويه عقرب، ولكن احنا بنحيا زي الشمس، بتشرق في الشرق، فبيوتنا لازم تكون في الشرق. الشمس بتختفي في الغرب، فاحنا هنختفي، او خليني اقولك هنموت. الشمس فاحنا هنطلع تاني. دي الحياه الاخرى اللي هما كانوا بيعتقدوا فيها. فكان بيوتهم والمدينه بتاعتهم في الشرق، ومدينه الموتى وكل المقابر الحمد لله ان هي في الغرب، ومعموله بشكل معين انها ده المكان اللي هم هيخلدوا فيه. فكانوا بيبنوه بشكل معين بحيث انه يعيش الى مدى نهايه. احنا ما عندناش حاجه بترجع لبيتهم الاولاني اللي هي في الشرق، اللي هي البيوت اللي كانوا بيعيشوا فيها. ما عدا شويه في الاقصر كده عندنا شويه بواقي من البيت اللي كان بيعيش فيه رمسيس الثالث. يعني ان شاء الله مره نبقى نشوف كانوا بيعملوا المجاري ازاي وبيوتهم، وكانوا بيعيشوا الاوض، فده شيء ممتع جدا. فاحنا هنا في المكان ده كله مقابر، المفروض ان هو يكون مقابر. اول مقابر اتعملت في الجيزه، انا مش بتكلم عن الاقصر، فهي كانت الاهرامات. سقاره فكر ده اول المكان ده قبل الاهرامات. احنا بنتكلم عن الاسره الاولى، ثانيه، ثالثه. الاهرامات دي بترجع للاسره الرابعه، بترجع ل 25,000 قبل الميلاد. فاحنا بنتكلم ل 27 قبل الميلاد، اسره اولى، ثانيه، ثالثه. فهي كانت في سقاره، واتسمت سقاره يعني على اسم اله فكر. هو ده كان اله من الالهه اللي هي بتاعت الحياه الثانيه. جت هنا الاسره الرابعه انتقلت، اول من بنى هنا كان بنى خوفو. ليه خوفو اتنقل؟ ما بناش على فكره الاسره الرابعه بس، خوفو، خفرع، منقره. ترجعي للاسره 5 6 راحوا هناك، رجعوا هناك. طب ليه عم خوفو جه هنا؟ كنا عملنا حلقه مخصوصه عن هرم خوفو، وقلنا انه هو كان عنده الرغبه من ان هو يتنقل بعيد عن اسرته ووالده هناك، وان هو ما كانش الابن الشرعي بالاساس للملك الاب يعني، وانه جه واتنقل ننزل كده. تعالي نخش في الموضوع بقى، يلا. طيب انا بصي معلوماتي شويه مش كتير عن ابو الهول، بس لما قريت بسيط لقيت انه لحد دلوقتي محدش عارف مين بنى ابو الهول بالظبط، وفي اي فتره، وليه اصلا بناه، وليه الطريقه دي، ليه الشكل او الصوره النهائيه اللي طلع عليها فكره جسم الاسد ووش الانسان.
نبتدي بقى من انهي عنصر فيه؟ بصي هقولك على حاجه خلينا نبقى متفقين فيها. احنا عندنا الاديان السماويه، القران والانجيل والتوراه، فهي كل قصص وبتلاقي الفور مثلا في القران مش مترجمه، ولكن ليه هي شويه غامضه كده؟ يمكن علشان يكون في فرصه للناس ان هي تقرا وتجمع وتحلل وتوصل، فهو بيديكي فرصه انك تفكري. احنا برضو التاريخ ما عندناش من زوايا مختلفه مثلا مكتوبه ونصوص، انت لازم عليكي انك تصدقي اللي هو مكتوب، ولكن هو المهم انك تشغلي مخك وتجمعي معلومات ببعض وتجيبي حته من هنا على هنا فتطلعي بالنتيجه بتاعتك. فلو اتكلمنا عن المؤرخين المتعددين اللي هم بيتكلموا على الاثار المصريه، هتلاقي كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه، بالذات هو بيرجع لامتى. ولكن احنا هنعرضهم كلهم وهنخلي كل واحد هو بدماغه يصدق النتيجه اللي هو عايزها، وده اللطيف في الموضوع. يعني حس المكان وحس الحاجه واستنتج، وبلا اكيد هيكون استنتاجك في شيء من الصح لانه نابع من احساس. طيب المكان ده طبعا اللي مكتوب عندنا في النصوص اللي كنا بندرسه في الكليات والمدارس ان هو بيرجع للاسره الرابعه، ولكن عندنا شويه حاجات بتقول انه يجوز ان هو بيرجع قبل كده. طيب انا هنا قريت حاجه انه الاسره الرابعه لا قريت انه تحتمس الرابع هو اول حد، مش عايزه اقول اول حد بس يعني شويه الناس بتأرخ لانه هو تقريبا اول حد اكتشف ابو الهول، لان هم لقوا انه في فتره حكم تحتمس الرابع كان في جدران مبنيه من الطين اللبن او من الطين حوالين ابو الهول، وكانه بيعمل سور حواليه بشكل او باخر. فالناس قالت انه ممكن يكون تحتمس الرابع هو اول حد اكتشف وجود تمثال في المنطقه دي، وخاصه انه الرمل كان بيغطي تقريبا لحد رقبته. بصي خليني اقول لك حاجه. تحتمس الرابع ده حكم في 14001 عمل الدريم لوحه الحلم. الديت اللي مكتوب التاريخ 14001 قبل الميلاد، وعندنا ما يثبت ان هو للاسره القديمه. اللي حصل ان احنا هنا في منطقه طبعا صحراويه زي ما انتم شايفين، فهو كذا مره اتدفن بالرمله. ولكن في قصه لطيفه جدا اسطوريه حصلت في ايام تحتمس الرابع في الاسره الحديثه، ايام ما كان هو امير. خلينا نحكيها لما اوريكي لوحه الحلم اللي هو كاتبها، وهو اللي عمل له المعبد ده تمجيدا ليه وعلشان ياكد ادعائه. بس خليني اقول لك حاجه عن الملوك بتاعنا، ان كل واحد كان بيحب يخترع قصه، بالذات لو هو موقفه ضعيف على الحكم، فبيحب يخترع يدي قصه اسطوريه لطيفه يعني. مين قلدنا بقى؟ عم الكسندر ذا جريت اول ما جه يحكم مصر، طبعا هو قرا كل تاريخنا فلقى انه الملوك دايما يعملوا كده. قال طب اشمعنى انا مش هعمل؟ رايح في سيوه معبد امون، ودخل المعبد وتعبد وخرج من معهد يا جماعه انا بقيت ابن اله امون را، وابتدى يأله نفسه وابتدى اخترع قصه لطيفه قوي ان هو ابن الاله. فده الكسندر ذا جريت في عهد الاحتلال الجريك اللي هو كان 323 على مصر قبل الميلاد. احنا كل ده بنتكلم 323 لسه في الاول، لسه قبل بي سي، كل ده قبل الميلاد. فكان اي حد موقفه ضعيف كان لازم بيخترع قصه كده عشان يدعم موقفه ويقول انا ليا الحق الشرعي ان انا ابقى ملك على مصر والناس تتقبلني ان انا ملك مصر. فاحنا هنحكي القصه اللطيفه دي وخلينا نخش جوه من هنا نشوفها. هي عايزه قبل ما ندخل اسالك في حاجه، مش عارفه فين مكانها. بيقولوا انه هنا في بحيره الامنيات او بحيره الحظ حاجه كده. عندنا الحفره بتاعه حفره الحظ واللي سماها ماريات ده اكتشف اثار كتيره جدا جدا هو جدا. كان اول مدير للمتحف المصري. ده عمل اعمال قويه، ولكن جه في الحته دي بالذات سماها لاكسس.
ليه سماها يا هادي يعني بحيرة او حفرة الامنيات؟ حفرة الحظ علشان لقى فيها اعظم تمثال اتلقى في مصر، وهو التمثال ده بيبهر العالم كله، محدش عارف التمثال ده ازاي ممكن يكون معمول كده. هو اسطورة يعني واحدة من المعجزات اللي سابها لنا اجدادنا. انا هوريكي المكان وعايزين نجيب 10 جنيه نشوف حد راح هناخد الناس مع 10 جنيه نلم شويه عشرات. لسه المسألة دي موجودة، فكرة انه في بعض الاجانب اللي معتقدين في الاسطورة او معتقدين في انه الحفرة دي فعلا بتجلب لهم الحظ وبيجوا هنا يرموا العملات زي ما طبعا ديفنتلي طبعا. احنا كان الاجانب كانوا لازم بيجوا يزوروها، يقفوا يعملوا الامنيات، يعملوا الوش بتاعتهم، ولازم يرموا كوينز وبيتخيلوا ان هم كده فامنياتهم هتتحقق. خلينا نشوف المكان ونشوف ايه اللي هو لقاه وليه ده اعظم اكتشاف او اعظم تمثال اتلقى في مصر. هو اتلقى في المنطقه دي تحديدا؟ اتلقى في المنطقه دي، كان مدفون تحت الارض واتلقى في المنطقه دي. كمان في اسطوره لطيفه قوي اعتقد ان هي ملهاش اي علاقه للصحه. كانوا بيقولوا انه كليوباترا لما ايام ما كانت انت عارفه كليوباترا طبعا ده في الغزو الجريكي على مصر، احنا بنتكلم على 300 قبل الميلاد. بعد كده هي كانت اول عشق ليها مع سيزر وخلفت منه، وبعد كده انطونيو. فهنا بقى قصه الحب مش عايزه اقول اتولدت ما بين مارك انتوني وكليوباترا. هو ده كان مكان الغرام بتاعهم. دي احنا طبعا عارفين هي كانت في اسكندريه، كان العاصمه مصر في الايام دي اسكندريه، واحنا عارفين ان كليوباترا هي مش مصريه، هي من الجريك. اول واحد فتح مصر من العصر الجريك، مصر الاول كانت محتله بالفرس 360 قبل الميلاد، بعدين جه الكسندر الاكبر دخل مصر 332 قبل الميلاد، وهو عمل الكينجدم بتاعته، وهو كان مربوط جدا طبعا بالبحر، عشان كده نقل العاصمه لاسكندريه، وهو ما كانش عنده ولاد، فاللي اخذ الكينجدم بعديه بطليموس الاول، وقعد يتدرجوا لغايه بطليموس ال13، وكانت اخت كليوباترا. كان المفروض ان هم يحكموا مع بعض. كليوباترا كانت ذكيه جدا، وهي كانت عايزه تاخد البلد لوحدها، فقالت انا هستنجد بمين؟ ما عنديش ملاذ غير سيزر. فراحت له لغايه عنده روما، من ضمن هدايا مصر ملفوفه بسجاده، واول ما فردوا له السجاده طلعت الاميره الجميله، وطلبت منه انه يساعدها علشان تاخد العرش من اخوها. حارب اخوها في سوريا، وفعلا قدر ينتصر عليه وخدوا العرش. بعد كده هي وقعت في غرامه، جابت منه ولد او 2 انا مش متاكده، وبعد كده جه بعديه بعد ما هو مات انطونيو. فكان المكان الغرامي اللي بيتقابلوا هما الاثنين يعني بدون ما الناس تشوفهم، كان المكان ده. دي probably ممكن تكون اسطوره، انا مش متاكده، ولكن في ناس كتير قوي بتعتقد فيها، عشان كده ما بيكون في حب حقيقي بين 2 بيحبوا ان هم يزوروها لو حتى مره ويتصوروا هنا. خلينا نرجع للمكان العظيم ده. المكان ده تلاقي فيه احسن تمثال، اعظم تمثال اتلقى في مصر، واهميته ممكن تكون لو ما كانتش زي يعني اعلى، ممكن تكون زي الهرم الكبير اللي لقاه موريات. والتمثال ده معمول من الديورايت، والتمثال ده موجود في المتحف المصري ومتصور على كل 10 جنيه عندنا. طب وايه السر يعني؟ خليني اوريك التمثال وبعدين 10 جنيه انا جايبها لكم. ده التمثال. التمثال واخد شكل خفرة خفرة بالظبط بتفاصيل وشه. المادة الجوراي دي مادة صعبة جدا جدا انك تقسميها، وعلشان صلبة، وعلشان تقسميها لازم تستخدمي الديناميت. علشان تروحي محجر تعملي شق تستخدمي ديناميت. قوليلي ازاي هما لو شفتي الديتيلز بقى بتاعت الجسم والخرطوش وكل هو قابض ايده العضلات وفي جسمه وصدره والصورة حاجة رهيبة. ازاي قدروا يعملوا كده؟
في مقولة ثانية بتقول ان احسن حاجة تنحت وتاخد وقت كتير قوي الالماس، بس احنا ما لقيناش في كل الجواهر بتاعتهم الماس، فهم ازاي عملوا ده بالشكل ده من غير ديناميت ومن غير الماس؟ ما حدش عارف يرد على السؤال ده. فالمكان ده اللي اتلقى فيه وكل الناس بتعمل وش وترمي كوين. خلتني المنت اعمل ماي وش. انا كمان يلا اعمل يور وش. ارمي الاول ولا اقول الامنيه الاول؟ قولي واعملي. قولي واعملي. ارمي واعملي وش. اي حد بيشتغل في مجال السياحه اكيد اول وش ان السياحه ترجع تاني لمصر. اكيد. انا لفت نظري قوي الارض دي، لانه احنا كنا ماشيين بره في ارض رمليه عادي، بس دي رخام ده ولا ايه مش عارفه. بصي احنا هنا هي المكان هنا معمول من الحجر الجيري، ولكن احنا عندنا الجرانيت وعندنا الالاباستر. ده جرانيت ده الجرانيت والالاباستر. عايزه اقول لك دول كانوا بيجوا من اسوان. عارفه اسوان قد ايه بعيد عن هنا؟ مسافه بعيده جدا. 400 كيلو متر. فما كانوا بيجيبوها. كان في النيل كان متوصل عن طريق القناه هنا. فكانوا بيجيبوها عن طريق النيل والقناه. طبعا احنا ازاي بينحتوا يعني ازاي بينحتوا العمود ازاي بينحتوا العمود من حته واحده وازاي بينقلوه. ده في كلام كتير عايزين نتكلم ازاي بيجمعوا كل حجرتين من غير ماده تلزقهم في بعض، مثلا ماده اسمنتيه بتفريغ الهواء. يعني فكان ده المفروض حجرين مش كده؟ طبعا. وهنشوف جوه كمان لما نطلع جوه هنشوف قد ايه الحجاره متوصله ببعض بدون اي ماده توصلهم اسمنتيه. هما بيعملوها بتفريغ الهواء، وده اللي خلاه يعيش الاف السنين. المكان ده ايه بقى؟ بصوا احنا عمرنا ما لقينا هرم بذاته. ما كانوش بيعملوا هرم، هما كانوا بيعملوا مجموعه جنائزيه. فلما المتوفي بيتوفى فهم بيجهزوه للدفن، بيقعد 70 يوم. بيعملوا عمليه التحنيط. بنعمل عمليه التحنيط، وبعد عمليه التحنيط بيدخلوه بياخدوا منه في احتفال اسمه احتفال الشهاده. زي في المسيحيه عارفه ما بتقولي الاعتراف. فهو كانوا بيعملوا هنا في الارض ده مكان تماثيل. كانوا بيعتقدوا ان الجسم متقسم ل 23 جزء. الايدين بيعتبروها واحد والرجلين واحد وبقيه اجزاء الجسم، فبياخدوا الاعتراف من كل تمثال على حده وهو بيمثل كل واحد عضو من اعضاء الجسم. القصه دي كانت بتاخد 70 من 65 ل 70 يوم. فكانت بتتعمل في معبد الوادي. ده معبد الوادي. بعدين المفروض في طريق بياخدوا الموميا في طريق مستقيم بيؤدي للمعبد الجنائزي اللي هم بيقيموا فيه بعد شعائر الموت، بعد شعائر الجنائزية، وبعدين بيدفنوه في جوه الهرم. فخلينا نتخيل ان دي اماكن التماثيل. في الحفر دي كده المفروض ان هنا في تماثيل لخفرة، وهنا كانوا بيعملوا طقوس الاعتراف، او هي بيتقال بالانجليزي opening the mouth ceremony. بعد كده بياخدوا الموميا ويمشوا من في طريق مستقيم. خلينا مفروض، ولكن هنا احنا عندنا عوجة، فهنقول ليه ما تعملش على اكس واحدة، ما تعملش على انجل واحدة. ليه؟ هنعرف فوق ونفسر ليه، ولكن لو بصيت هتلاقي فيه عوجة شوية. وده بيدل ان ابو الهول كان موجود قبل ما نبني المكان ده. يعني ابو الهول احنا هنتكلم بعد كده ابو الهول ده اتوجد امتى وهو بيرجع لاي ملك. بس علشان اقول لك التصور بتاعي، خلينا نجيب الزاويه بتاعه الممر ده ونقول ان هي فيها عوجه شويه مش خط مستقيم. كل الممر كل الاحجار دي هي احجار جرانيت.
احنا بنقول ان احنا ما فيش عمرنا ما لقينا هرم او هم عمرهم ما بنوا هرم، هم كانوا بيبنوا مجموعه جنائزيه ولا هي بيبقى معبدين وفي بينهم طريق بيوصل بينهم. معبد الوادي وده اللي كانوا بيعملوا فيه التحنيط، كان بياخد من 65 ل 70 يوم، وبعد ما يخلصوا يحنطوا الموميا، فكانت الموميا بتمشي لغايه المعبد الجنائزي. المعبد الجنائزي بيصلوا، بيعملوا الطقوس الدينيه بتاعتهم، بيصلوا عليه وبعد كده بيدفنوه جوه الهرم. فما فيش هرم ابدا. كل الاهرامات انت عارفه حضرتك طبعا ان احنا عندنا فوق ال 100 هرم في مصر، فمفروض بجانب كل هرم في مجموعه جنائزيه. هرم خفرع الوحيد اللي لقينا بقايا من المجموعه الجنائزيه اللي هو معبد الوادي، وده الطريق اللي المفروض يؤدي الى المعبد الجنائزي. احنا ما لقيناش المعبد الجنائزي، لقينا يعني بعض الاثار ليه، بعض الرميز البقايا. تعالي شويه. بعض البقايا دي، ولكن خليني اقول لك ان دي المجموعه الجنائزيه الوحيده اللي اتلقت بجنب اي هرم. انت بتقولي انه في كل المعابد الجنائزيه اللي فاتت كان موجود فيها الطريق مستقيم. المجموعه الجنائزيه لازم بيكون في المعبدين بينهم طريق مستقيم. هنا معروف شويه. هو معروف لوجود السفنكس، وجود ابو الهول هنا. فده من احدى الدلائل اللي بتقول ان السفنج اللي ابو الهول موجود سابق على الهرم، قبل بناء المجموعه الجنائزيه وبناء الاهرامات. طبعا انت عارفه ان الهرم ده بياخد وقت طويل جدا عشان يتبني، فاكيد مش لما الملك بيموت. هو مجرد انه بيعتلي العرش فهو بيبتدي يجهز للحياه الثانيه بتاعته، زي ما احنا كده بنعمل فلوس وبنجيب فيلا لاولادنا ونشتري اراضي علشان احنا بنتكلم حياتهم اللي جايه. فهو عشان يرفق حياته فبيعمل المجموعه الجنائزيه وبيبني هرمه بالشكل الصلب جدا اللي يقدر ما يتهدش. ده المكان اللي هيخلد فيه واللي هيتنقل بيه للحياه الاخرى. هو عمره ما بيهتم بالقصر اللي هو عايش فيه بطريقه البنى بتاعته، عشان كده ما لقيناش اصول، ولكن هو بيهتم جدا في المكان اللي هيخلد فيه واللي هيعيش فيه. احنا دلوقتي لما كنا في حلقه المجموعه بتاعته، احنا لما كنا في حلقه خوفو فلقينا او عرفنا انه هرم خوفو قعد تقريبا 22 سنه يتبني. فلو تخيلنا انه ابو الهول من قبله كمان، هو كان بيبنيه امتى؟ مش كل السنه. هو كان بيبنيه في فتره الفيضان بس. هو احنا دايما بنقول على خوفو انه اول ملك يحل مشكله البطاله. لانه انت عارفه ايام خوفو كان الناس مش بتعمل اي حاجه غير زراعه. ففي فتره الفيضان مفيش خلاص بيشتغل، فنعمل ايه؟ كان بيشغلهم بس 4 شهور في السنه يبنوا الهرم بتاعه. عايزه اقول لك حاجه صغننه قوي على خوفو. انت عارفه احنا عندنا اهرامات كتيره قوي، ولكن الهرم ده بس احدى عجائب الدنيا ال7 القديمه. احنا عندنا 7 قدام و7 جداد، وهو الوحيد بس اللي لسه موجود على ظهر الارض. يعني العجائب الثانيه ال6 التانيين مش موجودين، وهو بس اللي احدى عجائب الدنيا ال7. ليه؟ هنتكلم عليها. يعني حضرتك اكيد يعني هتثيري الموضوع ده في حلقه ثانيه. انا دلوقتي عايزه اتكلم. مهم جدا المصريين تعرف ليه الهرم ده هو مش قصه انه حاجه 146 متر وحاجه كبيره عظيمه وطويله وبتاع. طب ما احنا عندنا برج ايفل وكده، لكن هو في قصص ثانيه مرتبطه بالفلك ومرتبطه بالمعمار، هي اللي خلته احدى عجائب الدنيا ال7 اللي موجود في مصر بس. يعني عجائب الدنيا الثانيه ال6 الثانيين خلاص اختفوا. لا احنا عملنا حلقه قبل كده عن هرم خوفو. انا عايزه اتكلم عن الاستاذ ده. نتكلم عن نبتدي من لوحه الحلم. اوكي. لوحه الحلم دي بترجع للاسره الحديثه 14 1400 قبل الميلاد. 1400 قبل الميلاد، وده كان اتعملت ب تحتمس الرابع. تحتمس الرابع الاسطوره او اللي مكتوب هنا ان هو كان في رحله صيد، وكان معاه طبعا الحشر بتوعه، وجه لغايه المكان وبعدين الدنيا شويه ظلمت عليه وشويه هو تعب، فقرر انه ينام تحت مظله
ابو الهول. ابو الهول ساعتها، ومش دي المره الوحيده، هو كذا مره في التاريخ هو اتغطى برمال لغايه الرقبه. فابو الهول ساعتها كان متغطي برمال لغايه الرقبه، فحلم ان الاله رع ظهر في شكل ابو الهول واداله اداله النبوءه. قال له لو قدرت انك تخلصني تحرنه من الرمل ده، الرمل اللي على جسمي، فانت هتعتلي عرش مصر. وفعلا بالفعل هو وجنوده قعدوا يشيلوا الرمل اللي على جسمه، وبعد كده هو قدر ان هو يعتلي عرش مصر، مع ان في مقولات على ان هو مش ابن شرعي، وما كانش بالنسبه له سهل ان هو اللي يعتلي عرش مصر. فهو كتب اول سنه من حكمه كتب القصه دي وحطها على لوحه الحلم، وعمل المعبد ده، وابتدى يبقى المعبد ده رمز ابو الهول رمز لتحقيق الاحلام والمعجزات، والدار بملوك كتير جدا. انت عارفه ان هنا ما كانش العاصمه كانت الاقصر. فهو الدار هنلاقي اسم رامسيس برمسيس وكتب اسمه هنا، وكمان زاروا اخناتون اللي هو كل الملوك اللي جم على مصر في منهم حريصين ان هم كانوا لازم يجوا. فدي لوحه الحلم اللي مكتوبه. هي صح ولا مش صح؟ هل هو فعلا حلم وخد نبوءه؟ ده ضعيف جدا، يعني احتمال انه ما يكونش ده حقيقي، لان يعني واحد من الروايات اللي حوالين ابو الهول. احنا اعتدنا انه ده دايما بيحصل من الملوك، ان هم بيدوا لنفسهم شيء الهي، ان هم خدوا نبوءه، ان هم ربنا هو اللي اختارهم ان هم اللي يحكموا الشعب. طيب احنا عندنا مقوله كده بنقولها في لغتنا العاميه، ده لو ابو الهول نطق كان مين مثلا، يعني في اشاره او دلاله لانه هذا التمثال الصامت من الاف السنين اللي كل يعني محاط بحاله من الغموض الغير طبيعيه. مين اللي بناه؟ امتى؟ ليه الشكل ده؟ ايه الهدف منه؟ مين اللي كسر انفه؟ بالمناسبه كلها اسئله كتير حوالين ابو الهول. هدي تقدري تجاوبي لنا على ايه من الاسئله دي؟ بصي، اولا انا عايزه اقول لك اسمه. الاستاذ ده ما اسموش ابو الهول، خليني اقول لك ان هو اسمه حوران أسفي، ده حورس في الافق. وبعد كده اتقال شتب انك، اتسمت شتب انك اللي هي الصوره الحيه. وبعد كده الكنعانيين لما نزلوا مصر في الاسره الحديثه، فهو كان عندهم اله اسطوري اسمه هارون، فاتسمى هارون. وبعد كده المصريين حوروا كلمه هارون لحارول، وشبكوا فحارول بو، لان بو مكان، بو حارول معناها مكان باللغه المصريه. فبو حارول لما جم الفرنسيين غزوا مصر، فجم للمكان ده. هم انت عارفه المصريين الفرنسيين عندهم الحرف الحاء مش بيعرفوا، مش بينطقوها، حرف مش منطوق. فقالوا بو هول، بو اول. وبعديها الانجليز فاتعرف ان هو المكان ده اسمه بو هول او ابو الهول. دي التحريفه العربي الاخيره بقى، التحريفه العربي الاخيره. المكان ده زي ما بقولك هم يعني حد مثلا زي الباحث الفرنسي فاتل جه اكثر من 20 سنه هنا. هو كان مبعوث لمصر من المعهد الفرنسي للتنقيب عن الاثار المصريه علشان يعرف يدور يقول لنا هو بيرجع لاي زمن واي عصر وانهي ملك اللي بيجي. ففي شائعات كل الكتب بتقول ان هو شكل خفرع، وهو بيرمز للاله خفرع، بيرمز للاله خفرع. يعني معنى كده انه الوش ده المفروض انه بيرمز لخفرع، ان هو خفرع اللي بنيه، وهو ده اللي مكتوب، وهو ده كان اللي مصدق. ولكن ليه في مؤخرا في دراسات ثانيه بتقول لا، هو مش واخد شكل خفرع، وهو ما بيرجعش لخفرع. خلينا نقول ايه استنادنا للكلام ده. اولا زي ما قلت لحضرتك انه مقابر الاسره الثالثه فهي في اوروبا.
وبعد كده احنا لقينا ان خوفو خفرع منقرع جم هنا. بعد كده عندنا اهرامات او مقابر للاسره الرابعه والخامسه كمان بعدت عن هنا. راحت تاني عندنا هرم أناس، راحت تاني مثلا سقارة في بعض منهم. فاحنا عايزين نعرف ليه خوفو اختار المكان ده. هو كان عايز يستقل بمكان لوحده، ولكن ارتبط في لقينا لوحة مكتوب عليها ان خوفو ارتبط بالمكان هنا لانه لقى فجر، لقى منظر كبير جدا، حاجة منحوتة. اعتقد ان الشكل ده هو اللي هيكون حامي للمجموعة الجنائزية بتاعته، لكن ما عندناش اي مواصفات الشكل ده كان ايه، ده شكل بني ادم، ده شكل حيوان، ما هو ده اللي لقيناه مكتوب. فمن الارجح انه كان في شكل اوريدي منحوت وهو اكمل بقية النحت بتاعه، وده يرجع لايام خوفو، ايام خفرع. لو ده كان اتبنى من ايام خفرع كان اكيد هيحطه في الزاوية المظبوطة ويعمل الممر ده الزاوية مظبوطة. ما عندوش اي مبرر ان هو يعمل الزاوية الا اما هو يكون مفروض عليه وجوده. في عندنا حاجة تانية ان التمثال اللي احنا لقيناه لخفرع فهو كان دايما عندهم الدقن الصناعي، وكان الراس في صقر بيحمي راس. احنا ما عندناش اي اثار لكده. احنا لقينا بقايا دقن في المتحف المصري، ولكن برضو في بعض الكتب الاثار بتقول دقن فيه هي دقن ابو الهول، ولكن دفن فيه ده مش مظبوط، لان تماثيل كتيره جدا كان عندها الدقن الملكيه. الدقن لما بتتكسر لازم بتسيب اثار هنا. فحضرتك لو بصيتي على دقنه فهتلاقي نوعا ما تقريبا ما فيش دي محفوظه مستقيمه، يعني كانه ما فيش حاجه. فدفنتلي هو ما كانش عنده دقن. لو بصينا على شكل الوش فهنلاقي ان شكل عظم الوش بتاعه هو الفيتشر، الوش بيرجع اكتر لخوفو. خوفو كان وشه عنده عظمتين بارزين هنا، وكان احنا لقينا تمثال صغير قوي سنتيمتر، ولكن هو بيدينا شويه مفتاح عن حاجات كتيره. فهو للشكل هو بيرجع اكتر لخوفو عن لخفرع. بالاضافه ان حضرتك تتخيلي ان كان في ترعه هنا واصله بالنيل، فانت لو دي اللي من خلالها كانوا بينقلوا الجرانيت، بينقلوا كل الاحجار. فحضرتك لو تبصي على الزاويه هتلاقي ان الزاويه بتاعته ممتازه تجاه الهرم الكبير. هو بيدي البروفايل وبيدي الاتجاه للهرم الاكبر بتاع خوفو اكثر من الهرم بتاع خفرع، يعني ممكن يكون اقرب لخوف. هو ليتلي اللي توصلنا ليه ان هو كان منحوت اساسا الشكل قبل بناء الهرم الاكبر، الحيوان قبل بناء الهرم الاكبر. وبعد كده خفرع ابتدى يشكل الوش ويشكل شكل الاسد ده. هم ليه كانوا مرتبطين بشكل الاسد ده؟ احنا لقينا تماثيل كتيره جدا واخده شكل السفنج، شكل ابو الهول في الاقصر مثلا. وفي كمان حضارات ثانيه، في حضارات ثانيه كمان فيها شكل الاسد، وش البني ادم وجسم اللاين. لان وش البني ادم بيرمز للحكمه وجسم الاسد فهو بيرمز للقوه. خليني اقولك مثلا المجموعه، بس اسالك حاجه هي احنا عندنا في ثقافتنا او في الحضاره المصريه القديمه الاسد كان من الحيوانات الحاضره في الثقافه دي. يعني هم مثلا على جدران المعابد او في النقوش المختلفه كانوا دايما مثلا يرسموا بنقاوه مثلا، او مثلا البقر كان كتير عندهم، والبط احيانا او الاوز او كده. انما الاسد ده ما شفتوش كتير، ما اعرفش انا صح ولا ايه، بس ليه استعانوا بالاسد؟ ليه قرروا؟ الاسد كان رمز القوه. يعني الاسد هو دايما بيرمز. انت عارفه انه في عهد البطالمه مثلا كان الحيوانات، احنا مش بنربي قطط وكلاب، كان لازم يكون عندهم اسد. فهو بيرمز مش حاجه متداوله قوي، لانها حاجه مرتبطه جدا بالملك بالحاكم، وهو بيرمز لقوه الحاكم. انت عارفه انه احنا عندنا مثلا المجموعه الجنائزيه في سقاره مختلفه تماما. هي المجموعه الجنائزيه هي كوبي لاحتفالات التتويج.
في احتفالات التتويج ان لازم ملك بيعتلي العرش، فهو كان لازم بيفضل يجري ورا حيوان كبير عشان يثبت قوته لغايه هو يصطاده. فالقوه كانت مرتبطه جدا بفكر حاكم مصر. هو لازم يكون عنده العظه، عنده الحكمه يعني الحكمه، ولازم يكون جسمه قوي. فعشان كده كانوا بيصوروا نفسهم بالشكل ده. على فكره ابو الهول ده منحوت من صخره واحده. معقول؟ كل الصخور الصغننه اللي انت هتشوفيها بره دي صرمات احنا يعني قشره خارجيه كده بس، ولكن هو حجره واحده من الجرانيت، من اللايم، من الحجر الجيري. هو تقريبا طوله 70 متر تقريبا، يعني ايده دي 19 متر مثلا على سبيل المثال، وارتفاعه تقريبا نفس ارتفاعه 19 متر وكسور، وعرضه تقريبا 19 متر وكسور. يعني الارتفاع زي العرض. هو طبعا الطول زي ما حضرتك شايفه كده هو 70 متر، وهو مفقود حته واحده ما فيهاش اي وصلات، هي حته واحده من الحجر الجيري. طيب هنا في حاجة، البعض لما لقى نماذج لفكرة الأسد موجودة في سوريا او موجودة في اليونان او موجودة في بعض دول اخرى، فكرة الأسد مش بالضرورة قوي انه شكل ابو الهول او قريب منه في الملامح، انما فكرة الأسد كتمثال موجود كده في ثقافات او في حضارات قديمة. البعض قال ايه، طب ما هو ممكن يكون ابو الهول اساسه مش مصري، او انه فكرته نقلت عن الحضارات الاخرى. لا احنا لما جم الرومان الاغريق والرومان حكموا مصر، فهم درسوا اول حاجه عملها ايه. هو الكسندر ده كان بني ادم ذكي جدا، هو درس تاريخ مصر ولقى ان هو عمره ما هيتقبل انه يحكم مصر الا لما يحترم الثقافه المصريه، الديانات، وفي نفس الوقت ما يقدرش ما يحترمش الدين بتاعه. فعمل ايه؟ وحد الالهه. عشان كده ده اسمه سفنكس. هم عندهم اله سفنكس ده على شكل سفنكس وشكل اسد، وهم سموه ووحدوه بالاله. عندنا مثلا ابولو وحدوه بحورس، عندنا افروديت بازيس وازيس وحدوها بافروديت وبفينوس، فهم وحدوا الالهه وعملوا نفس الطقوس. فالشكل ده اتخذ لثقافات تانية، مش مصر هي اللي اخذت منه. لا ده كانت لان احنا بنعرف منين الاثر ده بيرجع لامتى. احنا بنشوف الاحجار، فالحجر هنا الاحجار دي بترجع لاكثر من 27,000 قبل الميلاد، من 2700 قبل الميلاد، 2700 قبل الميلاد. فده كان يعني قبل ما الحضارات دي تبتدي، او قبل حتى ما تخش مصر. لكن هم اقتبسوا من حضاراتنا حاجات كتيره قوي. يعني هيفضل لغز برضه، هيفضل لغز طبعا. خلينا نتكلم قصه مناخيره، يعني مين اللي كسر المناخير؟ هو ما هو شائع ان اللي كسرها نابليون بونابرت، وانا ما بحترمش ابدا المقوله دي، وانا مش معاها. نابليون احترم الاثار جدا، هو عمل لنا طفره فظيعه، واكيد طبعا لولا وجود الغزوه الفرنسيه على مصر كان ممكن ان احنا نتاخر كتير في اكتشاف الاثار المصريه. طب هدي مش ملاحظه حاجه غريبه شويه، انه هيرودوت لما جه مصر اتكلم عن كل حاجه تقريبا وسجل الاحداث اليوميه في الحياه اليوميه المصريه، اتكلم عن النيل طبعا، انما تقريبا ما جابش سيره.
هيرودوت لما اتكلم عن مصر هو كان رحالة، هو مر بمناطق كتير واتكلم عنها، لكن هو ما كانش بيتكلم من الناحية التاريخية البحث، هو فعلا ما اتكلمش عنه، ما استوعبوش. ولكن ده ما يمنعش ان في كتير قوي من الباحثين في الاثار والايجيبتولوجيست يعني ابو الهول استوقفهم لمدة طويلة جدا. زي عندنا واحد عظيم جدا نرويجي اسمه نوردن عمل كتاب 1735 ابتدى يكتب فيه وابتدى يتنشر 1755. في الكتاب ده هو يعني خصص تقريبا نص الكتاب عن يتكلم فيه عن ابو الهول، وصور ابو الهول، وفي التصويرات دي كلها فظهر فيها ابو الهول من غير مناخير. الكلام ده كان قبل الحمله الفرنسيه، الحمله الفرنسيه كانت 1798. فده كانت مين؟ معنى كده انه قبل مجيئها كانت المناخير مكسوره. كانت مكسوره. ولكن في مقولة تانية شائعة جدا ان اللي كسر المناخير ده كان في واحد متصوف المقريزي قال كده، كان اسمه صايم الضغط، وهو كان ساكن بجانب المنطقة دي، ولقى الناس بتيجي وبتتعبد وبتصلي، فحس ان ده تشبيه لعبادة الاصنام، فعشان كده كسر مناخيره عشان يثبت للناس ان ده مش اله. وطبعا ايام الغزو الانجليزي فكانوا بيستخدموا المكان ان هم يعملوه نشان يتدربوا عليه هنا ابو الهول، بس احنا رممنا كل الحاجات دي. بس بالنسبة لقصة المناخير هي ديفنتلي الحملة الفرنسية بريئة منها، بريئة. نابليون بريء من قصة كسر مناخيره دي تماما. يعني هو يعني زي ما اتفقنا انا وانتي انه بيفضل لغز، لانه هيفضل لغز. يعني كتير روايات حوالين كل سؤال، كتير روايات. طب يعني المفروض احنا نصدق انهي رواية منهم او انهي رواية منهم هي الاقرب للصحة؟ علشان كده التاريخ المصري انا بعتقد انه هو فيه غموض اللي ادى فرصة للاجتهادات، ما فيهوش حقيقه ثابته. انت متخيله لو كل حاجه مكتوبه في الكتب وفي حقيقه ثابته ما كانتش دماغنا هتقعد تدور ونجيب مراجع كثيره ونقعد نمسك الاثر ونوري الناس ان احنا بنمشي ورا الاثر ازاي ونجمع معلومات. فزي ما الدين الاسلامي حط لنا ايات وخلاكي تفسريها بالشكل اللي انت تفسيرات مختلفة وكلها بتلف حوالين محور واحد، والدين المسيحي كذلك والدين اليهودي. فالتاريخ المصري ساب لنا الاجتهاد في معرفة كل أثر ده لمين وبيرجع امتى وكان بيتكلم وايه سبب وجوده هنا. هي حضارة غنية جدا، وزي ما انتي قلتي انه رغم كل السنين دي انما قابلة تاني لانها تتقري قرايات جديدة وتفسيرات جديدة وتتفسر باشكال تانية جديدة. ومين عارف ممكن نقف هنا بعد 10 سنين ونقول نكتشف مين اللي كسر ونكتشف حاجات لذيذة جدا وطريقة عن المكان وعن اصل المكان هنا. انا بشكرك جدا وتعبتك معايا. انا اللي متشكره انك رجعتيني للمكان ده، وحشني قوي. اكيد وحشني زي ما وحش ناس كتيره، كلنا بنتمنى انه نلاقي الناس كلها بتيجي تزورنا عشان نكلمهم عن بلدنا وعن اثارنا ويشوفوا احسن بلد في العالم واحسن تاريخ في العالم. انا بتمنى انه الناس كلها تعرف تاريخنا. انا عارفه ان انت عندك مواعيد كتير، مش هعطلك. متشكره ليكي على وقتك ومتشكره على كل المعلومات الجايه. انا هقعد شويه. اوكي باي باي. باي باي. لسه عندي مليون سؤال، واسئلتي حيرت اجيال. ابو الهول تمثال وفخر واعجوبه من الاعاجيب. امتى وازاي وفين وليه؟ اسئله كتير جدا.